عندنا شوية أسئلة حلوة، خلّينا نجاوب عليها، مش أسئلة كتيرة ومعانا 3 أسئلة يا دوب لإن أنا لسه منزّل الQ&A ويا دوب صوّرت بسرعة جدًا عشان ألحق بقى أنزّل فيديو بسرعة قبل الفطار. أول سؤال عندي بيقول لي: "هو في شركات بتفضّل مصمم الديكور على مهندس الديكور مع فارق الخبرة يعني؟" أعتقد مع فارق الخبرة دي يقصد بيها إن لو مصمم الديكور 5 سنين مثلًا خبرة ومهندس ديكور 5 سنين خبرة، في حد ممكن يفضّل المصمم على المهندس. الموضوع ده ياخدنا لأعماق بقى فكرة يعني إيه مهندس أصلًا. الفرق ما بين خريج علوم وخريج هندسة، إن خريج علوم ده هو اللي بيحط الأسس العلمية، أمّا بتاع هندسة بيطوّعها طبقًا للاستخدام، ده عمومًا بقى. ده عمومًا بقى، يعني في الكيميا نفس القصة، هندسة خريج هندسة بترول مثلًا غير اللي بياخد كيميا البترول ككيميا بترول. ففكرة المهندس هو اللي بيخلّي الحاجة تتوظّف وتتطوّع وتتطوّر، أمّا علوم هو الأساس، ولذلك هندسة تعتمد أكتر على الإبداع، أمّا علوم تعتمد أكتر على الصعوبة والذكاء والفكر والبتاع. لإنها بت 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 علشان تتكلّم في علوم، فأنت بتتكلّم في إن أنت بتلِم تقريبًا أُسُس الحاجة من الأول للآخر. طيب إيه علاقة ده بقى باللي إحنا بنقوله؟ علاقة ده باللي إحنا بنقوله إني من وجهة نظري الشخصية كلمة مهندس ديكور هي لقب، لقب مهندس ديكور، ولكن ما فيش حاجة اسمها هندسة ديكور تحديدًا إلا بالشكل الدارج اللي إحنا عارفينه، يقول لك مهندس ديكور. اللهم ليه أطلقوا عليه مهندس؟ لأنه زي ما قُلنا الهندسة بتعتمد على التطوير والتصميم، والكلام ده بيعتمد على التطوير والcreativity وإن أنت تفكّر وإن أنت تنتج وإن أنت تبدع ولذلك يُطلق عليه مهندس ديكور. وأكاد أقول لك إن في دول ما بتعترفش أصلًا إن العمارة هندسة، يعني عاملين حاجة اسمها كلية العمارة، مش هندسة العمارة زي في مصر. إحنا في مصر بكالوريوس هندسة عمارة، فعشان تاخد بكالوريوس هندسة عمارة أنت لازم تدرس مواد معيّنة تؤهّلك إنها تخش ضمن مظلة الهندسة. في دول كتير ما بتعترفش بيها إنها هندسة، يقول لك كلية العمارة أو المعهد المعماري زي في أمريكا مثلًا. طيب فهل ده معناه إن مصر بتدّيك محتوى أكبر من ممكن تاخد محتوى أكبر، لكن إحنا ما بنتكلمش في كَم محتوى قد ما بنتكلم في جودة تعليم أو quality تعليم. أنا كده حكيت الحكاية، فتعالَ بقى نجاوب بقى على سؤالك، هل في شركات بتفضّل ده عن ده؟ الشركات عمومًا بتفضّل حاجة واحدة بس، أنت بتعرف تعمل إيه، عشان تريّح دماغك. ما بيقولكش ورّيني كارنيه مش عارف النقابة إن أنا إلا في حاجات معيّنة أوي، لكن أنت لو رايح تشتغل في فكر تصميم داخلي والّا بتاع ما بي المهم أنت بتعرف تصمم وفاهم يعني إيه فكر تصميمي، وعلى فكرة في مهندسين كتير أوي بُص حتى أنا قُلت لك مهندسين أهو، في مصممين كتير أوي أو مهندسين كتير أوي ما اشتغلوا في المهنة وبقوا شاطرين وعملوا فلوس وهُم مش خريجين هندسة في الأصل يعني. وده حصل وبنشوفه في أي منهجية أو مهنة بتعتمد على الإبداع. عادل إمام خريج زراعة مش خريج سينما، وأنا دي حاجة من الأساسيات اللي قوّمت الدبلومة عليها على فكرة، إنك لو أنت حابب تقدر تعمل وتدّي وتنتج وتبقى أحسن من اللي هو المتخصص كمان. أنت بتعمل حاجة بحُب، فمستعد تتحمّل بقى الشقاء بتاعها والتعب وبتاع لإن ما فيش مهنة سهلة. طيب ده أول سؤال معايا. السؤال التاني بيقول لي: أعمل إيه عشان أقدر أستفيد من الدبلومة استفادة كاملة وأقدر أستمر وبتاع وكلام من ده؟ وهو ما أعتقدش إن هو معايا في الدبلومة أصلًا، هو يمكن سؤال من قبل ما ييجي الدبلومة. عشان تستفيد من الدبلومة استفادة كاملة بيعتمد أو بيتوقف سؤالك أنت بتسأل على دبلومة خالد حفني والّا على دبلومة تانية؟ خالد حفني الدبلومة بتاعتي متكاملة، اتعمل الsystem بتاعها في شهور كتير أوي قبل ما تنزل للناس، والكلام ده من أكتر من 10 والّا 14 سنة، من قبل 2010 يعني من حوالي 14 قُل 15 سنة الدبلومة دي. فالsystem اللي محطوط ما بيلزمكش إنك تعمل أي حاجة غير إن أنت تعمل اللي إحنا بنقول عليه بس. وغير كده إحنا مسؤولين بقى، يعني لو افترضنا إنك عملت اللي إحنا بنقول عليه وبعد كده ما وصلتش للنتايج اللي أنت عمّال تتفرّج عليها في الstories أو الhighlight بتاعة my students اللي عندي، اللي فيها أعمال الطلبة بتوعي أو أغلب يعني أعمال الطلبة بتوعي مش كلّهم طبعًا.
لو ما وصلتش للنتيجة دي بتاعتنا إحنا، إن شاء الله بُص نقعد معاك العمر كله، ويشهد عليَّ الناس اللي بتدرس حاليًا معايا في دبلومة الديكور لغير المهندسين. أنا دايمًا أقول كده، دي بتاعتي أنا، لكن إن أنت تهمل أو بتاع ده مش صح، إن أنت تجوّد وتشتغل من غير ما أنا أقول لك على حاجة معيّنة ده مش صح، لإن ده بيتسبب في إن أنت ممكن تشتت نفسك، الموضوع حساس ومش أي حد يعرف يعمله، إن هو يعلّمك مهنة في شهور معيّنة وكلام من ده، لإن هو بيبقى ضغط وشد وجذب وحاجات كتير أوي، يعني ليها آلية يعني. طيب السؤال التالت بقى اللي معايا، أختار ألوان بيتي بناءً على إيه؟ والله يعني في ناس كتير أوي بتختار ألوان بيتها بناءً على هو حابب إيه أو هي حابة إيه أو الكلام ده، أنا ما باحبش الأسلوب ده، أنا باحب فكر الstyle بتاعك بيقول إيه، يعني مثلًا خلّينا نقول أنا مثلًا يعني مجرد مثال، أنا عامل بيتي على الطراز الفرعوني، خلاص أنت محكوم بألوان معيّنة، مش هتقدر تجوّد ومش هتقدر تحط ألوان في أماكن غلط، ودي سر من أسرار المهنة على فكرة، أو واحدة من أسرار الألوان، يعني اللي هيشوف الفيديو ده هيستفاد كتير أوي. طيب فالstyle أو الطراز هو اللي يحكم، هو اللي يقول لك تحط على أساس إيه، شغال modern عندك اختيارات ألوان إيه، شغال contemporary أو معاصر عندك اختيارات إيه، والاختيارات دي مش ألوان بس بقى، ده أنت عندك التصميم دايمًا أقول شكل وخامة ولون، فأنت بتتكلم في إن أنت contemporary أو كده أو المعاصر، فاختيارات عندك في إيه، في الخامات كمان، والخامات قبل اللون، عشان كده باقول شكل وخامة ولون بنفس الترتيب، أنا باتكلم بنفس الترتيب، شكل وخامة ولون. الشكل أول حاجة أو الshape، ثانيًا أو تاني حاجة الخامة، لأن الخامة هي اللي تحدد لي بعد كده الألوان، في خامات لا تقبل كل الألوان زي الأخشاب والكلام ده، في أخشاب لو اتعملت بألوان معينة ما تبقاش حلوة، لازم تضيّع الثمرة أو التجزيعة اللي فيها. وفي النهاية زي ما باقول أنت بتختار الطراز، هتختار شغال مثلًا art deco يبقى ده حاجة، شغال Scandinavian ده مدّيك فواتح وبتاع، شغال حاجة coastal أو حاجة ساحلية مدّيك أزرقات بقى وألوانات إيه، بتدّيك بهجة كده وحاجات من الطبيعة شوية كألوانات زرقا ومش عارف إيه، يعني اللي بيحدد الألوان مش أنا عايز إيه قبل الstyle نفسه الطراز هو اللي يحدد لك أو اللي يحدد لِك اختيار اللون اللي أنتِ هتستخدميه. دي ال3 أسئلة اللي جُه لي حاليًا، فخلّينا في الأسبوع الجاي أعتقد أو اللي بعده هيكون عندنا برضه فيديو Q&A، يعني طالع أدردش كده حتى يعني وأنا قاعد وبتاع يعني عند ناس قرايبي وكده، فيعني حبيت بس إن أنا أبقى أفدتكم كده بأي حاجة قبل الفطار، ويالّا كل سنة وأنتم طيبين.